السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. عمرك كنت قاعد في مكان زي كافيه مثلا وقاعد جنبك واحد عمال بيتكلم في التليفون وصوته عالي من كتر التوتر، وواضح جدا ان هو في اول طريق شغله. من كتر ما صوته عالي انت حاسس بكمية طاقة الغضب اللي جواه، عمال بيقول انا مش بكسل والله، انا قمت بشغلي، انا عملت اللي عليا، بس الناس هم اللي مش فاهميني. مين قال ان انا بتكاسل؟ مين قال ان انا ما بعملش الشغل بتاعي؟ الظروف جت كده بس انا بحاول اصلح والله. مين قال ان انا مش عايزه انجح؟ مين قال ان انا مش عايزه اوصل الطلبيه؟ انا هوصلها حتى لو الساعه 3 الفجر. وقفل السكه وبان عليه جدا نظره الانكسار والانهيار، بس مش هو ده لوحده اللي لفت انتباهك. اللي لفت انتباهك ان الطرف التاني اللي كان بيكلمه واضح جدا ان هو مش فارق معاه اصلا. وساعتها بتسأل نفسك ليه احنا بنضيع وقتنا وطاقتنا وروحنا مع ناس هي اصلا مش بتقدرنا. ودلوقتي تسأل نفسك كم مرة وقفت حياتك علشان الناس اللي حواليك؟ كم مرة كنت مضطر ان انت تبرر اختياراتك؟ كم مرة أخرت الحلم بتاعك علشان مستني سقفة أو مستني تقبل أو مستني احترام؟ والنتيجة 0 خطوة لقدام و1000 خطوة جوه دماغك عمالة بتلف، بتخليك مشتت ومحتار ومش عارف تبدأ منين ولا تروح فين، وفي الآخر مشاعر الإحباط والذنب بتسيطر عليك. احفظ الفيديو ده عندك واعمل له لايك علشان ممكن يكون هو السبب في ان انت تسترجع طاقتك اللي بتتبخر كل يوم. وفي آخر الفيديو هقولك على سؤال مهم جدا تجاوب عليه بمنتهى الصراحة علشان تشوف طاقتك ووقتك انت بتضيعهم وبتستهلكهم في بناء شخصيتك وحلمك ومستقبلك، ولا للأسف بتضيعهم في الدفاع عن نفسك قدام الآخرين. هنفهم مع بعض ليه شرح النفس يعتبر من أخطر وأسوأ العادات اللي ممكن تضيع قوتك، وكمان هنقول مع بعض إزاي نتخلص منها. وهتعرف ازاي تعمل نسخة جديدة منك. النسخة دي مش مضطرة ان هي تدافع عن نفسها، مش مضطرة ان هي تشرح نفسها قدام اي حد، لان افعالها هي اللي بتتكلم عنها. في البداية لازم تكون عارف ان المشكلة مش في الناس عمرهم ما هيتغيروا. المشكلة ان احنا اتربينا على ان احنا مستنيين دايما على كل فعل بنعمله سقفة، تشجيعة، احترام، تقبل. بس في الحقيقة الكلام ده مش صحيح. زي ما قال مارك مانسون في كتاب فن اللامبالاة، الحاجة اللي انت بتركز عليها هي دي الحاجة اللي بتتحكم فيك. لازم تكون فاهم ان كل ثانية بتشرح فيها نفسك انت بتأجل حلمك ومستقبلك خطوة لورا، والخطوة دي بمنتهى البساطة كان ممكن ان هي تعمل شيفت لحياتك. كل مرة بتبرر القرار بتاعك فانت بتاخد من وقت العمل عليه وبتديه للقلق، والنتيجة إن كل مرة صوتك الداخلي بيبقى ضعيف أكتر، بيبقى أقل ثقة في النفس، وصوت الناس اللي حواليك هو اللي بيعلى أكتر وهو اللي بيكون له تأثير عليك أكتر. ودلوقتي هقولك على 5 خطوات عملية للتغيير. الخطوة الأولى اسمها راقب طاقتك رايحة فين. انت محتاج يوم معين كده تراقب نفسك انت بتبرر قراراتك لمين وبتشرح نفسك دايما قدام مين. وفي نهاية اليوم هيكون عندك قائمة بالحاجات اللي انت عملتها أثناء اليوم. هتشوف القائمة دي انت عملتها علشان تشرح نفسك وتدافع عن نفسك قدام الناس، ولا عملتها علشان نفسك وعلشان تبني نفسك. يعني مثال، لو انت كنت سبت الشغل واي حد بيقابلك يقولك انت سبت الشغل ليه، لقيت نفسك بتشرح قصة طويلة عريضة وعمال تبرر نفسك والناس عملوا معاك ايه والظروف ازاي كانت ضدك، فلازم تكون عارف ان انت كده بتشرح نفسك وبتدافع عن نفسك، معنى كده ان انت ليك ذنب في اللي حصل. لكن الأفضل هنا إنك تجاوب إجابة فيها رؤية مستقبلية. يعني مثلا هتقول الشغل ده ما كانش مناسب بالنسبة لي، أنا بدور على حاجة أحسن، أنا عاوز إن أنا أخد كورسات معينة وأعمل كارير شيفت. الخطوة التانية اسمها اسأل نفسك إيه اللي يستحق اهتمامي فعلا. في مقولة جميلة جدا بتقول مش كل كلمة تستحق الرد، ومش كل رأي يستاهل إن أنت تقف علشانه. اسأل نفسك هل الرد ده هيكون فعلا بيبني مستقبلي ويخدم هدفي، ولا هيريحني لحظيا كده وخلاص. لو اكتشفت ان الرد على بعض التساؤلات اللي بيسألوها لك او الدخول في بعض المناقشات مش هيخدم الهدف بتاعك بأي شكل من الأشكال، فليك مطلق الحرية ان انت ترد رد مقتطب او ترد رد عام، او ان انت ما تدخلش في المناقشة اصلا وتوفر على نفسك، لان انت مش محتاج ان انت تدافع عن نفسك. الخطوة الثالثة اسمها اسكت واشتغل. زي ما قالوا زمان اتكلم أقل وخلي شغلك هو اللي يتكلم عنك. لما تبدأ تشتغل في صمت من غير ما تدخل في حوارات جانبية أو إن أنت تضطر إنك تجاوب أو تشرح نفسك للناس اللي حواليك والقرارات دي أخدتها ليه وبناء على إيه، هتلاقي الإنجاز بيديك شعور بالطمأنينة غير عادي. والإنجاز ده نفسه هو اللي هيتكلم عنك واللي هيدافع عن شغلك أكتر من أي جملة دفاعية تانية أنت كان ممكن تستخدمها. يعني مثلا لو حد من زمايلك كان شكك في أي مشروع أنت شغال عليه، هتدي لنفسك أسبوعين هتشتغل في صمت، وخلي أي حد شكك في الشغل بتاعك يشوف النتيجة من غير ما أنت تتكلم ولا كلمة. الخطوة الرابعة اسمها ابني الثقة الداخلية بالدليل مش بالكلام.
وفي الخطوة دي انت هتحتاج جدا جدا نوتة وقلم. هتكتب في النوتة دي كل موقف انت قاومت فيه الكسل، كل موقف انت قاومت فيه الإغراءات الكتير اللي كانت حواليك. هتكتب وهتسجل بالمواقف كل مرة اشتغلت فيها وانت تعبان، كل مرة قلت فيها لا للتشتت. ببساطة هتسجل انتصاراتك الصغيرة كل يوم، وهتبقى النوتة دي الدليل الحقيقي لثقتك الداخلية بنفسك. النوتة دي واللي مكتوب فيها اللي انت كاتبه بإيدك شخصيا هتكون الدليل على ثقتك الداخلية بنفسك، والثقة دي مش محتاجة أي جمهور. الخطوة الخامسة اسمها كافئ نفسك. كل مرة هتعدي بموقف كان ممكن ان انت تشرح فيه نفسك، وكان ممكن ان انت تدافع عن نفسك بدون داعي قدام ناس ما يستاهلوش، سجل الموقف ده عندك واوعد نفسك ان انت هتكافئ نفسك كل مرة تعمل فيها نفس الموضوع ده. ده هيكون تشجيع ملموس ومادي على أرض الواقع، انك قاومت نفسك القديمة اللي كانت دايما بتدافع عن نفسها واللي كانت بتستميت في ان انت توضح نفسك قدام اللي قدامك. هتلاقي نفسك متشجع ومتحمس انك تعمل الموضوع ده اكتر واكتر علشان تاخد المكافأة دي مرات كتير. والسؤال اللي عايزاك تجاوب عليه بمنتهى الصراحة، لو جمعت كل الأوقات والساعات اللي انت كنت مضطر انك تشرح فيهم نفسك وتدافع عن قراراتك اللي انت بتاخدها، كنت هتبني بالوقت ده كله ايه؟ ركز دايما على هدفك والحاجة اللي انت عايز توصل لها. ولو بدأت من النهاردة ان انت توقف تبرير للي قدامك عن اي حاجة انت بتعملها وتشتغل في صمت مركز، الموضوع ده ممكن بعد 3 شهور يوصلك لفين بالظبط من أحلامك. الخلاصة انك تكون عارف انك علشان تنجح نجاح حقيقي فانت مش منتظر ان حد يسقف لك او حد يتقبلك او حد يوافق لك على القرارات اللي انت بتاخدها ويقول لك برافو. النجاح الحقيقي انك محتاج تبص على نفسك وتشوف انت محتاج تحقق ايه، محتاج تنجز ايه، من غير ما تلتفت لأي حد بيقول ايه عليك. خليك مشغول انك تبني، خليك مشغول انك تنجز، وخلي آخر همك دايما ان الناس تشوف النجاح بتاعك وتقولك برافو عليك. النجاح الحقيقي انك تحقق الحاجة اللي انت عاوزها من غير ما تشرح لحد ومن غير ما تبرر لحد. استهلك طاقتك في اللي يفيدك. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة ده عجبكم وفادكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.